السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. النهارده بقى طبق الفته ده اللي هنعمله النهارده. ده البنوتات اللي لسه ما بتعرفش تخش المطبخ، هتعملي احلى طبق فته. هيتهبلوا عليه بجد، حاجه كده طعمها حلو قوي. وبعد كده مش هتعمليها الا بالطريقه بتاعتي دي. جربي الطريقه دي وهتعجبك قوي. طبعا بصوا شايفين شكلها، بس طعمها بقى رهيب جدا جدا. انا بعمل كده بتكه كده معينه تخلي طعم الفتة حلو جدا. انا معايا هنا لحمه. طبعا دي لحمه كده من صباع اللوح، متقطعه شرايح كده. مش بغسل اللحمه خالص. انا بعمل ايه بقى؟ بجيب الحله اللي بعمل فيها، بسخنها كويس جدا، وبنزل بقطع اللحمه وهي الحله سخنه. اشوحها كده، اديها تشويحه تاخد لون معايا كده، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. دي اول خطوه من انا بسلق اللحمه ازاي، بالطريقه دي. ولا بقى ما تجيبيش ميه مغليه وتسقطي فيها اللحمه، لا خالص. وحتى ما بتحتاجش ان انت ممكن لو بتحبي ان انت تحمري اللحمه، ولا تحمريه بقى في سمنه ولا في زيت، ولا تحطيها في الفرن تحطي عليها معلقه صلصه وشويه زيت، لا خالص. انا بقلبها في الحله، بشوحها كده من غير اي دهون. وبعد كده هنشيلها وهنشوف هنعمل ايه في الخطوه التانية. اتمنى لو انت لسه معايا لغايه دلوقتي في الفيديو، احب اعرفك بنفسي. لو انت جديد على قناتي، انا اسمي سولا، ودي قناه منوعات سولا. وعندي قناه باسم سولا صراحي، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف علشان لو حابين تشوفوا المحتوى بتاعها. انا هنا نزلت شوحت اللحمه، ونزلت بميه سخنه جدا مغليه، وبديها غلوه جدا. قصدي يعني بديها غلوه واحده. وبعد كده بشيل قطع اللحمه منها، وبدلق كل الميه دي بالريم اللي طالع عليها كده. وبعد كده بدلقها وبجيب الحله، برضو انشفها من الميه اي سوائل فيها. وبعد كده بجيب اللحمه بتاعتي. شفتوا واخده لون كده حلو برضو. حابه ان انت تديها لون اكتر من كده زي ما انت عايزه. وبنزل بميه برضو من الكاتل، ميه سخنه. وابتدي بقى احط البهارات بتاعتي على اللحمه. ولو في اي ريم كده طالع بشيله كده بالمعلقه. بس كده بحط ورق لورا وحبهان، وبحط بصلايه كده، وعندك طماطمايه بحطها، واسيبها لغايه ما تستوي بقى. واخر حاجه الملح. انا هنا بقى جبت حله تانية وهنعمل مع بعض الرز. بحط شويه زيت ذرة، وبحط معلقه من السمنه البلدي على حسب الموجود عندك. ما عندكيش سمنه بلدي، حط قطعه زبده. ما عندكيش زبده، حطي زيت بس. يسخن معايا وابتدي انزل بالرز. الرز بكون غسلاه كويس جدا ومصفيه، وبنزل عليه على الماده الدهنيه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنشوف مع بعض انا بحط قد ميه قد ايه. طبعا للي ما بيعرفش مقدار الميه عشان يظبط الرز، ابتدي اقلب الرز بتاعي بالماده الدهنيه لغايه ما كل رزايه تتغلف بالماده الدهنيه. التغليفه ديت بتدي لمعه حلوه جدا للرز، وبيطلع معايا الرز مفلفل، مبقاش معجن ولا لازق في بعضه. طبعا كمان لازم نظبط الميه. انا قلبته كويس جدا. معايا هنا بقى ده اختياري، مش حاجه كده لازم تحطيها، مش اجباري يعني، على حسب انت ما بتحبي. بحط رشه عندي، رشه من 11 بهار، بحطها على الرز. طبعا لو هو متواجد عندي البهارات دي، مش متواجده ما بحطش اي حاجه غير الملح بس. بنزل بالميه، تكون الميه في مستوى فوق مستوى الرز كده بعقله صباع. تمام. او بنحط لكل كوبايه رز كوبايه ونص من او كوبايتين الا ربع من الميه، على حسب الرز. لان في رز بيختلف عن رز تاني خالص. في رز ممكن ياخد معاكي سوائل، وممكن الرز برضو ما ياخدش سوائل. فلازم اهم حاجه ممكن يكون فوق الرز الميه بعقله من الصباع. انا جبت هنا توم وشوحته، بعد كده نزلت بالخل، وبعد كده نزلت بالصلصه بتاعتي. وبعد كده بحط التوم، بحط قصدي بحط كمون. وبحط برضو رشة من من 11 بهار. ما عندكيش ال 11 بهار ديت، حط بقى رشة من الفلفل الاسود والكمون وبهارات لحمة، حاجة بسيطة. وبعد كده بسيبها بقى تتسبك معايا، وبيبقى كده الصلصة بتاعتي خلاص. بسيبها تستوي كده يعني، تاخد تتسبك كويس جدا، وتبقى كده جاهزة معايا. شفتوا الشوربة
شكلها عامل ازاي، صافيه جدا وكمان ريحتها حلوه جدا وتحفه. انا هنا بقطع عيش وبشوحه في معلقه سمنه واحط سنه من الثوم، وبعد كده بقلبه لغايه ما ينشف معايا. لو ما عندكيش عيش ناشف الكلام ده، انا كان عندي عيش ناشف فقلبته في معلقه سمنه وحطيت شويه بهارات وسنه من الثوم، وابتدي ان نضيف عليه الشوربه لغايه ما يتشرب الشوربه معايا، وبس كده. اهم حاجه لازم تشوحي العيش، بيديكي طعم حلو جدا، مش تحطي عيش طري، لا بيبقى مش طعم الفته مبقاش حلو خالص. الطريقه دي بتخلي معاكي الفته طعمها حلو جدا. وادي الرز معانا خلص، بحط طبقه من العيش وبحط بقى الرز فوق طبقه العيش. شايفين الرز مفلفل مش معجن، ريحته حلوه قوي. كمان ريحه العيش لما عملتها بالطريقه دي، لو عملتيها بنفس الطريقه بتاعتي هتدوقي احلى فته ممكن تاكليها في حياتك، طعمها حلو جدا جدا جدا. مليت بقى كده الطاجن بتاعي، القالب بتاعي على حسب ما انت هتحطي في اطباق او في قالب واحد. انا هنا بحب ارسم بقى كده بالصلصه، هكتب اسم كلمه صولا بالصلصه زي ما انتوا شايفين كده، بتدي شكل حلو قوي. او ممكن بقى ارسم، احط كده اسامي الولاد على كل طبق، كل واحد باسمه بالصلصه، بتدي شكل حلو قوي. انا كتبت اسم سولا، وادي طبق الفته بتاعنا خلص. اتمنى طبعا تجربوه وما كنتش ضيفه تقيله عليكم، ويكون يا رب كده الفيديو يكون عجبكم وتجربوا نفس الطريقه. لو كنتوا بتعملوها زيي قولوا لي بتعملوها ازاي، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع الف سلامه.